عارفة ان انتوا هتستغربوا من فيديو النهاردة. عارفة ان احنا كلنا تقريبا بنعرف نعمل الرز بكل انواعه، بس انا فعلا اتطلب مني جميع انواع الرز، سواء الرز المفلفل حباية وحباية او الرز بشعرية او الرز الابيض او الرز الصيادية. بس انا حبيت ابتدي بالرز حباية وحباية. بس قبل ما اقولكوا انا عملته ازاي، لو انتوا لسه اول مرة تشوفوني، انا اسمي سماح شودي ودي قناة الاخر فتفوتة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي. في حلة على النار هضيف شوية زيت كده كويسين، يعني حوالي 3-4 معالق زيت كبار، وهستنى لحد ما الزيت يسخن. هكون انا غسلة 3 كوبايات من الرز ونقعاهم ومصفياهم. هاخد جزء كده من الرز، يعني ممكن حوالي كوباية الا ربع، وهضيفها للزيت السخن، وهبتدي بقى ان انا احمر الرز ده. الرز الحباية وحباية والرز المفلفل ده بيبقى ليه ريحة كده مميزة وطعم مميز، انا عن نفسي بموت فيه. هنفضل نقلب باستمرار، وما ينفعش ان انا اركنه او اسيبه من غير ما يتقلب. هيبقى عندي جزء متحمر شوية وجزء لأ، ومش هياخدوا كلهم لون واحد. لأ، خليني اقلب دايما كده باستمرار وايدي فيه لحد ما كلهم كده ياخدوا درجة واحدة من اللون. الخطوة دي برضو مهمة جدا. نستمر في التقليب لحد ما الرز عندي يوصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا لونه ذهبي ازاي وكله لون واحد. هضيف بقية كمية الرز اللي معايا، وبعد ما اضيف كمية الرز هقلبه كويس قوي، وهخليه يتحمص برضو 2-3 كده على النار، عشان برضو لما يستوي يكون مفلفل كده وحباية من حباية. هضيف بقى معلقة ملح كبيرة وهقلب. عايزة اقول معلومة مهمة، بعض انواع الرز بتختلف عن بعضها، يعني في رز هتلاقوه بيشرب مية كتير، وفي رز ما بيشربش مية كتير، فانتي مع الاستعمال الرز اللي عندك هتفهميه او هتعرفي نوعه عامل ازاي. انا بضيف هنا المية، انا كنت مستعملة 3 كوبايات رز، فهضيف ليهم 3 كوبايات من المية. هقلب بقى بعد ما ضفت المية. في كمان معلومة مهمة عايزة اقولها، انه ممكن بدل ما بتضيفوا مية تضيفوا شوربة، يا شوربة فراخ يا شوربة لحمة، المتوفر عندك. بس مش كل يوم عندنا طبعا شوربة او متوفر عندنا شوربة، فبنعملها بالمية، ودي ابسط طريقة. انا حبيت هنا كمان اخلي الرز يبقى ليه كده طعم مميز، فضفت معلقة زبدة كبيرة، ومرضتش اضيفها من الاول علشان خاطر الزبدة هتتحرق مع الاستمرار كتير في التقليب وعلى النار، فهتتحرق، فانا ضفتها دلوقتي. هسيبه يتشرب، وبعد ما يتشرب زي ما انتم شايفين كده هديله تقليبة صغيرة، وهقفل برضو عليه تاني، واسيبه بقى على النار حوالي 15 دقيقة على نار هادية خالص جدا، يعني شمعة. وبعد كده يكون عندي الرز جاهز. الناس اللي بتعمل الرز بقى وبتضيف مرقة، انا ما بضيفش الحاجات دي عشان هي مش صحية، فانا بهتم جدا في انه انا دايما يكون الاكل عندي دايما يبقى صحي. زي ما انتم شايفين الرز استوى، وبصوا مفلفل ازاي، وريحته كانت روعة. اكتبولي بقى في التعليقات بتحبوا تاكلوا الرز ده جنب ايه؟ يعني انا عن نفسي بحب اكله مع السمك البوري المشوي، بيبقى طعمه خرافة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون طريقتي بسيطة وعجبتكم. زي ما انتم شايفين الرز مفلفل وحلو، حباية من حباية، مش ملزق في بعض ومش معجن. عارفة نوع الرز اللي عندي بيستوي بقد ايه او بيستوي بمية قد ايه، فعارفة ان انا اتعامل معاه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لو في اي استفسار تطلبوا مني، وباي باي.